بصوا بقى وصفة النهاردة دي بأمانة يعني انا مش عارفة اقول فيها ايه ولا ايه من كتر الحاجات الحلوة الكتير قوي اللي فيها. انا مش عارفة بصراحة اتكلم عن بساطة المكونات وطريقة التحضير، ولا اتكلم عن ريحتها وقوامها وطعمها، ولا على شكلها القمر اللي انتوا شايفينه ده اللي مفهوش ولا غلطة، ولا على الكمية الكتير قوي اللي بتطلع من مكونات بسيطة جدا. اقول لكم بقى انا ليه موهومة بالوصفة دي، علشان تخيلي كده انك تعملي 24 قطعة جاتو ويمكن اكتر. بصي بقى من غير ايه، ولا بيض ولا لبن ولا شوكولاته ولا مضرب ولا خلاط. بصراحه مش عارفه اقول هي من غير ايه ولا ايه، بس كل اللي اقدر اقوله ان الوصفه دي من الالف للياء اقتصاديه جدا، يعني تقدري تعمليها في اي وقت كده بكل اريحيه لاولادك بقى، او في مناسبه، او تاخديها زياره لحد، هتكون حلوه جدا وهيحسوا بقى ان انت عامله حاجه عظمه وصارفه ومكلفه كده، وهي اقتصاديه جدا. شايفين قوامها قد ايه خفيف وهش جدا، وكاننا مستخدمين دي اسبونج او محسن مثلا. لكن لما تكملوا معايا الفيديو هتعرفوا انها ابسط من كده بكتير.